أهلا بحضراتكم. معاكم حسام طه بكر. نبدأ نكمل النهاردة ونشرح الوحدة الثالثة من التكتلات الاقتصادية والأحلاف العسكرية. التكتلات الاقتصادية خلاص شرحناها المحاضرة اللي فاتت. الأحلاف العسكرية يعني إيه حلف عسكري؟ نبدأ إن إحنا نفهم، نقرأ الكلام. تمهيد: تعد الأحلاف العسكرية قديمة قدم التاريخ، يعني موجودة من زمان، فقد شهد العالم على مر العصور صور مختلفة من الأحلاف العسكرية. تمام. وقد زاد انتشار الأحلاف واتسع نطاق الدول التي تشترك فيها، بحيث أصبحت من أحد المعالم الرئيسية لسياسة توازن القوى المعاصرة، ويرجع ذلك إلى زيادة الصراعات بعد الحرب العالمية الثانية بين المعسكرين الشرقي والغرب. واحدة واحدة كده هنفهم يعني إيه حلف عسكري. دلوقتي لو حضرتك لوحدك وبعد كده انضميت مثلا لشلة كلها بسم الله ما شاء الله شباب كده بادي بيلدينج وحديد وكتاب، حد يقدر يقرب لك؟ لا. ليه؟ لان الاول كنت انت لو حصل مشكله بتتخانق لوحدك. طيب دلوقتي اللي هيجي يتخانق معاك هيتخانق مع مين؟ مع 12 واحد بقى في شله كلها عضلات. فهو ده الحلف العسكري، بمعنى ان الدول لوحدها. فقال لك يعني ايه؟ الدول قالت احنا نجمع نفسنا كده وقوتنا كده ونبقى ايه، شله كده مع بعض، كلنا معانا السلاح بتاعنا ومعانا الجيوش بتاعتنا، واللي يجي يحاول ان هو يعتدي علينا يبقى كلنا هنقف، يعني وقفه رجل واحد كده. تمام. فقال لك ان الدول بدات انها تتحالف مع بعضها، يجمعوا بعضهم كده يعملوا حلف عسكري، وهنا ثلاث اربع دول يعملوا حلف عسكري، وهنا ثلاث اربع دول يعملوا حلف عسكري. فهي عباره عن تجمعات، بس تجمعات عسكريه، زي ما كان في تجمعات ايه، تكتلات اقتصاديه. كان الاول بيتجمعوا علشان يتاجروا مع بعضهم ويعملوا سوق مشتركه فيما بينهم. انما دلوقتي بقى في احلاف عسكريه. ايه اللي حصل؟ قال لك الاحلاف العسكريه او تجمع الدول مع بعضها علشان يعملوا حلف عسكري يحموا نفسهم، ده من زمان، من قديم قدم التاريخ. ماشي تمام. وشهد العالم على مر العصور صور مختلفة من التجمعات أو من التحالفات العسكرية. ماشي. انتشرت امتى بقى وتسع نطاقها؟ بحيث أصبحت أحد المعالم الرئيسية لسياسة توازن القوى المعاصرة. بعد الحرب العالمية الثانية بعد الخمسينات، اللي حصل ان العالم انقسم بالنص، بقى نص شرقي ونص غربي. النص الشرقي في الايه، في الاتحاد السوفيتي ومعاه دول كتيره كده تبعه، ده النص العالم الشرقي. النص الغربي اللي هو دول اوروبا اللي احنا عارفينها ومعاهم امريكا. فهنا بقى يعني قوه هنا وقوه هنا، تحالف هنا وتحالف هنا. طيب في الدول بقى اللي هي مش عايزه تنحاز ناحيه الكتله او المعسكر الشرقي او المعسكر الغربي، يعملوا ايه؟ انضموا لحركه اسمها حركه عدم الانحياز، اللي احنا مالناش دعوه، احنا لا معاكم ولا مع الناس التانيين، احنا لا ننحاز لدول ولا ننحاز لدول. حركه عدم الانحياز كان فيها مصر والهند واندونيسيا ويوغوسلافيا. طيب فقال لك ان العالم بدا ان هو يتكتل كده او يتحالفوا كده عسكريا، وهنا تحالفات عسكريه بعد الحرب العالميه الثانيه بين المعسكرين الشرقي والغربي. تمام. قال لك مفهوم الاحلاف العسكريه اللي هو تجمع دول بقى مع بعض كده بقوتهم العسكريه مع بعض، وهنا قوتهم العسكريه مع بعض. العالم انقسم نصين. قال لك تعريف او مفهوم الاحلاف العسكريه، قال لك اتفاق رسمي، بس هما كلمتين كده، اتفاق رسمي. ماله بقى اتفاق رسمي؟ اول ما يقول لي حلف عسكري اجيب له بس البدايه بتاعتها، وبعد كده ايه هتبقى سهله معاه. اول كلمه إيه؟ اتفاق رسمي. مظبوط. تتعهد بموجبه، اتفاق كده، الدول عملت اتفاق فيما بينهم، احنا نتجمع عسكريا ونبقى كلنا مع بعضنا، واللي يفكر ان هو يعتدي على دوله فينا كلنا هنقف مع بعض ونحاربه ايه، يعني ايه، كلنا ايد واحده. تمام. تتعهد بالموجب. ايه بقى؟ مجموعه من الدول. ماشي. بقى تتعاون فيما بينها، هيتعاون فيما بينهم في مجال ايه؟ اقتصاد؟ قال لك لا، في مجال الاستخدام المشترك لقدراتها العسكريه. استخدام المشترك لقدراتها العسكريه، كلنا نجمع مع بعض ونجمع ايه، القدرات العسكريه بتاعتنا ضد دوله او مجموعه دول، ضد اللي هيعتدي علينا بقى، ضد دوله او مجموعه دول. كما تلتزم الدول الموقعة اللي هي وقعت على التحالف ده الاتفاقية باستخدام القوة، هنستخدم القوة لو حد قرب لنا، أو التشاور باستخدامها في ظروف معينة، أو هنهدد بيه، هتيجي تقرب لنا ناحية ده، يعني هتيجي تعتدي على دولة موجودة معانا في التحالف، يا إما هنحاربك أو هنهددك إن إحنا إيه، هنحاربك. تمام. يبقى هو اتفاق رسمي تتعهد بموجبه مجموعة من الدول بأن تتعاون فيما بينها في مجال استخدام مشترك للقدرات العسكرية. تمام. ضد دولة أو مجموعة دول. تمام. كما تلتزم الدول الموقعة باستخدام القوة أو التشاور باستخدامها في ظروف معينة. نحاول إن إحنا إيه، نسهلها شوية عشان نحفظها. إحنا دلوقتي فهمنا. يبقى أول كلمة، أول ما أقول لي أحلاف عسكرية أقول له إيه، اتفاق رسمي. ماشي. ماله؟ تتعهد بموجبه. وكمل أنت. مجموعة من الدول. حلو. مجموعة دول بإيه؟ بأن تتعاون فيما بينها، وكمل.
في مجال الاستخدام المشترك للقدرات العسكريه ضد دوله او مجموعه دول. حلو. كما تلتزم الدول الموقعه باستخدام القوه او التشاور باستخدامها في ظروف معينه. نقراها تاني. اتفاق رسمي تتعاون بموجبه مجموعه من الدول بان تتعاون فيما بينها في مجال الاستخدام المشترك للقدرات العسكريه ضد دوله او مجموعه دول. وايه كما تلتزم الدول الموقعه باستخدام القوه او التشاور باستخدامها في ظروف معينه. تمام. يعني اللي هيقرب لنا لاي دوله في التحالف بتاعنا احنا كلنا يعني ايه هنحاربه كلنا ايد واحده. تمام. طيب اهداف الاحلاف العسكريه. ليه بقى الدول بتتجمع مع بعضها كده ويعملوا حلف عسكري وقوه الجيش ده على قوه الجيش ده على قوه الجيش ده ويعملوا قوه كبيره كده؟ قال لك ردع الاعداء. مش العالم دلوقتي مقسوم ما بين نص يمين ونص شمال، معسكر شرقي ومعسكر غربي. المعسكر الشرقي اللي هو الاتحاد السوفيتي بقى اللي كان فيه روسيا وشويه دول كده اللي هي اوروبا الشرقيه وحاجات كده. تمام. المعسكر الغربي اللي هو دول اوروبا الغربيه اللي احنا عارفين عليها المانيا وبريطانيا وفرنسا، الدول المتقدمه دي ومعاهم مين؟ معاهم امريكا. قال لك ردع الاعداء. اللي يجي يقرب لنا هنقدر نحمي نفسنا كويس قوي، احنا شله كلنا مع بعضنا، دول مجهزه ايه؟ سلاحها وقدراتها العسكريه. فانت مش بتحارب دوله واحده، انت بتحارب شله، يعني تجمع كبير، حلف مكونين ايه؟ تجمع كبير بينهم ومجمعين القدرات العسكريه، مجمعين سلاحهم مع بعض. طيب اول حاجه ردع الاعداء. يكون هدف اساسي الاحلاف العسكريه دفاعيه. ما هم فعلا يعني مجمعين نفسهم ليه؟ عشان الاعداء، في اعداء ممكن ان هم يحاولوا ان هم يقربوا ناحيه دوله فيهم، فكلهم هيحموا نفسهم. يكون هدف اساسي الاحلاف العسكريه الدفاعيه اللي هي بتدافع عن المنطقه بتاعتها التي تنشئ بدافع وخوف من خطر مشترك يهدد الدول المتحالفه دفاعا عن كيانها الاقليمي وحمايه لامنها القومي. بمعنى دول اوروبا اللي احنا عارفينها، بريطانيا وفرنسا والمانيا ومعهم كمان امريكا. قال لك بصوا احنا جمع الجيوش بتاعتنا مع بعض وقدراتنا العسكريه. عندك كام طياره؟ تقول لك انا عندي طيارات ودي غواصات ودي مقاتلات وي. فاي حد يعني مثلا كان عندهم الخطر من الاتحاد السوفيتي، ممكن ان هو يحاول ان هو يحاربهم او يقتحم مثلا او يحتل مثلا المنطقه الغربيه اللي هي نص العالم الغربي. قال لك لا احنا جمع نفسنا عشان لو في خاطر يا اخوانا مشترك لينا وعندنا عدو عايز ان هو يعني ايه يحتل او يحارب دوله فينا، كلنا نقف ايه ايد واحده وايه ونحمي نفسنا. نقرا الكلام. يكون هدف اساسي الاحلاف العسكريه دفاعيه. تمام. التي تنشا دفاعيه يعني بتدافع عن منطقتها، مش بتهاجم ولا تحتل، بس قال لك ايه احنا نامن نفسنا كده. والتي تنشا بدافع الخوف من خطر مشترك يهدد الدول المتحالفه اللي هم مع بعضهم دفاعا عن كيانها او وجودها يعني الاقليمي وحمايه لامنها القومي. تمام. طيب لان المحتل مثلا هم خايفين ان الاتحاد السوفيتي يجي يحتل البلد فيهم، وبعدين هو يحتل وياخد الثروات وياخد المخدرات والموارد وي. قال لك لا احنا نحمي نفسنا يا اخوانا كده ونعمل حلف مع نفسنا ونبقى اقوياء محدش يقدر يقرب لنا. تمام. زياده القوه. يعني كل دوله بتنضم للحلف ليه؟ عشان تزود قوتها. ازاي؟ قال لك 9 دول لزياده قوتها من خلال سياسه التحالف اللي هو التجميع مع بعضهم دول كبديل لسياسه التسلح المنفرده والتي تستنزف موارد اقتصاديه هائله. بمعنى بلد مثلا زي المانيا او زي فرنسا عايزه تبقى دوله قويه. قال لك والله بصي انت عشان تبقى دوله قويه هتشتري 100 طياره و100 دبابه و100 غواص. كتير اصرف عليهم منين؟ ده السلاح بفلوس. طب عشان اقوي نفسي بشكل منفرد لوحدي هصرف كتير قوي. طب ما انضم للتحالف. بمعنى كلنا نجمع قواتنا مع بعض. يعني ان انا فرنسا عندي 100 طياره، انت يا بريطانيا تقول لك انا عندي 100 غواص، انت يا المانيا تقول لك انا عندي 100 دبابه. طب ما تيجي احنا كلنا في التحالف قواتي على قواتك على قواتنا ونبقى ايه كلنا مع بعض، بدل ما كل دوله تروح تشتري سلاح وتقوي نفسها بالشيء الفلاني ودي بالشيء الفلاني ودي بالشيء الفلاني، فهيبقى في يعني استنزاف لمواردها الاقتصاديه، هيصرفوا كتير. تمام. قال لك 9 دول لزياده القوات من خلال سياسه التحالف. يعني بدل ما يبقى واحد لوحده خلاص يا عم انا لوحدي، انما لو انا في شله او يعني احنا اصحاب 12 واحد مثلا وكلنا اقوياء كده، مين اللي يقدر يقرب لي؟ انا خلاص مش هتخانق لوحدي، مش هحارب لوحدي، انما اللي هيحارب الدول التحالف دي كلها هتدافع عن ايه؟ عن بعضها. 9 دول لزياده القوات من خلال سياسه التحالف اتجمعوا مع بعض كبديل لسياسه التصالح المنفرد، ان كل دوله تروح تشتري سلاحها اللي يكفيها ويخليها قويه لوحدها فهتدفع كتير، والتي تستنزف موارد اقتصاديه هائله. تمام. فبيجمعوا قواتهم ويبقى كلهم ايد واحده بدل ما كل دوله تروح تشتري سلاحها لوحدها. تمام.
تسويه النزاعات بين الدول الاعضاء وبالطرق السلميه. لو في مشكله مثلا بين فرنسا وانجلترا، والله لو هم لوحدهم دي هتحارب دي، ودول يعني ايه هيحصل بينهم حرب واستنزاف للموارد. قال لك والله احنا كلنا في تجمع يا اخوانا، ما ينفعش ان ايه دوله تزعل الدوله الثانيه، احنا نقعد ونصطفى مع بعض ونحل مشاكلنا ايه بالتراضي. تمام. قال لك تسويه النزاعات بين الدول بالطرق السلميه. خلاص يعني بنعمل حساب بقى ان احنا ايه في شله واحده كده، فنحاول ايه نحل مشاكلنا بدل ما نتخانق احنا الاثنين مع بعض. تمام. حمايه المصالح المشتركه. هم طبعا في تحالف، اوروبا مثلا في تحالف عندهم، تحالف اقتصادي بيتعاونوا مع بعض، دول متقدمه، دول عندها موارد، فقال لك احنا لازم يبقى عندنا قوه تحمي الموارد دي. حمايه المصالح المشتركه وتنميه التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الاعضاء، اللي هو يعني ايه العافي محدش يقدر ياكل لقمته. فهم دول بينهم تعاون اقتصادي بقى، وبيعملوا مصانع وبيتاجروا مع بعض وي بس عندهم قوه ردع او قوه عسكريه تقدر انها تحميهم لو حد فكر ان هو ايه يقرب لهم. تمام. ده هدف التحالف او هدف ان دوله تنضم للتحالف. طيب امثله للاحلاف العسكريه. قال لك والله كان في تجمع كده زمان احلاف عسكريه مع بعضها، في احلاف خلصت واتفككت وفي احلاف لسه موجوده. قال لك احلاف تم حلها، يعني اتفككت، كانوا تجمعوا كده بين الدول ومجمعين قدراتهم العسكريه مع بعض وجماعه واحده، لكن اللي حصل ظروف وايه وانفصلوا، فبقت كل دوله لوحدها وبقى كل دوله قوتها لوحدها. وفي دول لسه لحد دلوقتي حاليا موجوده لسه تحالف عسكري مع بعض. طيب احلاف تم حلها زي حلف وارسو. حلف وارسو ده الحلف بتاع مين؟ الكتله الشرقيه بتاع الاتحاد السوفيتي والدول اللي فيه، اللي هي روسيا والدول دي. تمام. وكان في حلف اسمه الحلف المركزي وحلف جنوب شرق اسيا. ماشي، دول اتحلوا، بس هنركز على مين؟ هنركز على وارسو عشان لسه هندرسه دلوقتي. واحلاف ما زالت قائمه، احلاف موجوده حاليا. قال لك حلف شمال الاطلنطي الناتو. تمام. ده بتاع مين؟ الكتله الغربيه بتاع اوروبا ومعاهم امريكا. تمام. طيب ندرس بقى مين اللي بدا الاول. قال لك حلف شمال الاطلنطي الناتو هو اللي بدا اللي يعمل حلف الاول، بمعنى العالم كان مقسوم نصين. نجيب كده مثلا خريطه، ده العالم مقسوم كده نصين. تمام. والله يا اخوانا اللي هم اللي على اليمين النص الشرقي من العالم، اللي هم بقى شويه الحلوين دول عملوا حلف وسموه حلف ايه؟ حلف مش حلف، خلينا ده اسمه المعسكر الشرقي او جزء العالم الشرقي اللي هو فيه اتحاد سوفيتي ومعاه الدول الكتيره دي تبع روسيا. طيب النص العالم الغربي اللي فيه مين؟ اللي فيه اوروبا اللي هم دول، ومعاهم مثلا امريكا، ده نص العالم الغربي. دول مجتمع مع بعض ودول دول مجتمع مع بعض. تمام. والاثنين ما بيحبوش بعض، بينهم حرب برد وقاعدين ايه فيهم نزاعات بينهم كده. فدول جابوا سلاح ودول جابوا سلاح، دول قووا نفسهم وجمعوا قدراتهم العسكريه مع بعض، ودول ردوا عليهم وقال لك بص احنا كل دوله فينا تجمع ايه تقول لنا هي عندها ايه جيشها وقدراتها قد ايه، وجمع كل جيشنا ونبقى ايه كتله واحده. فبقى هنا شله وهنا شله، هنا عندهم سلاح وهنا عندهم سلاح. طب وبعدين العالم كده لو حصل فيه مشكله، انت مش بتحارب دوله واحده، انت مش هتروح تحارب مثلا فرنسا، لا ده فرنسا تقول لك احنا كلنا مع بعض كتله غربيه او كتله راسماليه، اوروبا على امريكا، وكلنا مجمعين السلاح بتاعنا وعاملين القدرات العسكريه دي مع بعض في حاجه اسمها حلف شمال الاطلنطي. يعني ايه حلف شمال الاطلنطي؟ نيتو اختصار كلمه نيتو. يعني ايه نيتو؟ نورث اطلنطيك اللي هو شمال الاطلنطي، ده المحيط الاطلنطي اهو. تمام. شماله ايه؟ شماله اللي هو اوروبا يعني. ماشي. تريتي اورجانيزيشن اللي هي منظمه حلف شمال الاطلنطي. تمام. وهنا الاتحاد السوفيتي رد عليهم قال لهم انتوا بتجمعوا بقى قدراتكم، انتوا عاملين لي شله ومجمعين السلاح بتاعكم، طب انا هكلم الدول اللي معايا في الاتحاد وكل دوله تقول قدراتها العسكريه ايه ونجمع نفسنا وايه ونبقى كمان نعمل حلف اسمه حلف وارسو. تمام. يبقى الكتله الغربيه الشله اللي هي الغربيه مجتمعين مع بعض، بس كل دوله جمعت قدراتها العسكريه وعملوا حلف فيما بينهم اسمه حلف ايه؟ احنا حلف شمال الاطلنطي، احنا شله اللي يقرب لنا هنتخانق كلنا على يعني ايه مع بعض. تمام. الجزء الشرقي اللي هو الاتحاد السوفيتي فيه دول كتير، منهم دول جمعت قدراتها العسكريه وجمعت جيوشهم على بعض كده وقال لك احنا حلف وارسو، ده كده فتوات. طيب احنا هنعمل ايه مع الناس دي؟ ده فتوة يمين وفتوة شمال. قال لك بص احنا دول عدم الانحياز، بمعنى مصر عامله اتفاقيه كده مع الهند مع اندونيسيا مع يوغوسلافيا، قال لك احنا دول عدم الانحياز، احنا لا ننحاز لدول ولا ننحاز لدول، احنا عايزين ننمي بلدنا ونطور بلدنا، احنا مش بتوع حروب، احنا مش عايزين ندخل في حرب وويلات الحرب واستهلاك الاقتصاد
لا، احنا دول عدم انحياز، مالناش دعوه ايه باللي بيحصل ده. فالمهم نبدا بقى نشوف الخناقه دي دارت ازاي. قال لك حلف شمال الاطلنطي اللي هو الناتو، اللي هو ايه بتاع الكتله الغربيه اللي هي اوروبا ومعاه امريكا، يعد من اهم الاحلاف العسكريه الموجوده على الساحه العالميه، موجود لحد دلوقتي ولازم يزال قائما حتى الان. ماشي، نشأة الحلف، اتكون الحلف ده امتى بقى او بدأ امتى؟ قال لك بص يا سيدي، نشأة الحلف تبلورت فكره، يعني بدأت فكره انشاء حلف عسكري يضم دول غرب اوروبا اللي احنا عارفينهم، فرنسا وبريطانيا والمانيا والناس دي، ومعاهم الولايات المتحده الامريكيه. ليه بقى بتجمعوا قدراتكم العسكريه وتعملوا لي حلف؟ ما انتوا يعني خلاص انتوا كتله غربيه راسماليه بتتاجروا مع بعض وفي بينكم اقتصاد والدنيا حلوه، ليه بقى بتجمعوا قواتكم العسكريه؟ قال لك بسبب قيام الاتحاد السوفيتي اللي هو ايه نص العالم الشرقي، المعسكر الشرقي. عمل ايه الاتحاد السوفيتي؟ قال لك شدد حصاره على برلين اللي هي المانيا. طب المانيا كان موقفها ايه؟ المانيا كانت مقسومه نصين، المانيا الشرقيه او المانيا الغربيه اللي هي الاتحاديه. المانيا الشرقيه تبع الاتحاد السوفيتي، والمانيا الغربيه تبع مين؟ تبع اوروبا وامريكا، المعسكر الغربي. فالاتحاد السوفيتي يعني في بينه مشاكل مع المانيا. عمل ايه؟ راح شدد الحصار على برلين اللي هي عاصمه المانيا. سنه كام؟ سنه 48. يبقى هو اللي بدأ. فالرجاله اللي هم بتوع الكتله الغربيه قال لك احنا مش هنسكت على الكلام ده، احنا نعمل ايه؟ احنا ننشئ حزب بموجب ميثاق، عملوا ميثاق معاهده بينهم كده، وقعوه في واشنطن. كان بعدها بسنه، سنه 49. سنه 49 يبقى الاتحاد السوفيتي شد الحصار على برلين، اللي هي جزء المانيا الغربيه بقى، لان المانيا الشرقيه تبع الاتحاد السوفيتي. تمام، شد الحصار سنه 48. سنه 49 بعدها بسنه الكتله الغربيه اللي هي اوروبا ومعاهم امريكا قال لك احنا نعمل ميثاق كده واتفاق ما بيننا ونعمل ايه؟ حلف عسكري عشان نحمي نفسنا. مع دلوقتي الاتحاد السوفيتي بيشد الحصار على المانيا، طب وبعد المانيا يخش على فرنسا، وبعد فرنسا يخش مثلا على بريطانيا. قال لك احنا هنعمل ايه؟ احنا نجمع كلنا رجاله واللي يقرب مننا نقدر نحمي نفسنا كلنا مع بعض ايد واحده. تمام. فانشأ الحزب بموجب ميثاق تم توقيع فيه واشنطن، لان امريكا معاهم مع غرب اوروبا دول سنه 49. حلو. فاللي حصل، انما دلوقتي بقى الحلف مكانه فين؟ هم وقعوا في واشنطن سنه 49 واتفقوا على الميثاق، انما مكانه دلوقتي في بروكسل عاصمه بلجيكا. تمام، دي في اوروبا. طيب كم عدد دوله بقى وقعت؟ قال لك 12 دوله. 12 دوله هي الولايات المتحده وبريطانيا، بريطانيا قويه، الدنمارك، فرنسا قويه، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، ايسلندا، ايطاليا، كندا والبرتغال، اللي هي الدول اللي احنا عارفينها بتاعت اوروبا دي، اللي هي اوروبا الغربيه. اوروبا الغربيه، اوروبا نفسها كانت مقسومه في اوروبا شرقيه واوروبا غربيه. اوروبا الشرقيه دي دول على قد حالها كده، انما اوروبا الغربيه اللي احنا عارفينها اللي هي الدول المتقدمه اللي احنا لسه ايه قايلينها من شويه، بريطانيا على فرنسا على المانيا على هم وقعوا سنه كام؟ سنه 49. كام دوله وقعت؟ 12 دوله. تمام. سنه 52 في دولتين، سنه 52 2 دوله وقعوا سنه كام؟ 52. انضموا كمان للايه؟ للتحالف بتاعهم اللي هو حلف شمال الاطلنطي، تركيا واليونان. سنه 55 المانيا قالت بس خدوني معاكم. المانيا اللي هي المانيا الغربيه، المانيا الاتحاديه، انما المانيا الشرقيه دي تبع مين؟ تبع الاتحاد السوفيتي. انما المانيا الغربيه قالت بس انا انضم لكم يا اخوانا علشان ايه؟ عندي مشكله كده مع الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي كل شويه يرخم عليا ويشدد الحصار وبتاع. فالمانيا اتحدت عام 55. طيب دور الحلف بقى في الفتره بعد ما وقعوا 12 دوله، وبعدين تركيا واليونان انضموا 52، والمانيا انضمت كمان معاهم سنه 55. حلف عسكري، يعني دي بتجمع قواتها مع دي مع دي مع دي مع دي، ونبقى شله كده كلنا اقوياء. طيب دور الحلف بقى في فتره التاسيس في بداياته بقى عمل ايه؟ قال لك تولى مهمه الدفاع عن اوروبا الغربيه. تمام، ما هو ده المطلوب، ضد الاتحاد السوفيتي. ماشي. ودول مشكله الحلف وارسو. حلف وارسو ده الحلف اللي ايه؟ الاتحاد السوفيتي برضه هو كمان هيرد كمان شويه ويعمل حلف مع الدول دي، قدرات الدول المنضمه اليه، وايه؟ ويبقى حلف اسمه حلف وارسو. انزاي في سباق الحرب البارده، كانت الدنيا مش يعني ايه، مش هاديه بينهم هما الاثنين، مش حرب بس في يعني ايه نزاعات كده. طيب بما تفسر هناك علاقه بين الغاء الهيكل العسكري، قال لك ده حلف وارسو سموه هيكل عسكري، اللي هو الحلف العسكري بتاع مين؟ بتاع الدول بتاع الشرق بتاع الاتحاد السوفيتي دول. تمام. واستراتيجيه حلف شمال الاطلنطي، واتجاه بقى حلف شمال الاطلنطي. يعني احنا اتفقنا ان العالم مقسوم نصين، نص شرقي ونص غربي. النص الشرقي ده الاتحاد السوفيتي، النص الغربي اللي هي الكتله الراسماليه بتاعت دول اوروبا دي وامريكا. تمام.
دول عملوا حلف، جمعوا قواتهم وقال لك احنا هنعمل حلف سنه 49. 12 دوله هتوقع اسمهم حلف شمال اطلنطي، هنجمع قدراتنا العسكريه كلها مع بعض اكننا جيش واحد. تمام. طيب رد عليه الاتحاد السوفيتي قال لك انا اسكت لكم. طيب يا اخوانا تعالوا نجمع بقى قواتنا العسكريه احنا الدول مع بعض ونعمل حلف نسميه حلف وارسو. فبقى في العالم دلوقتي كتلتين، كتله شرقيه وكتله غربيه. بقى في قدرات عسكريه، واحد فتوى يمين اسمه حلف وارسو، وواحد فتوى شمال اسمه حلف ايه؟ حلف شمال اطلنطي. طيب حصل تغيرات في العالم. المهم الاتحاد السوفيتي اللي هي الكتله الشرقيه اتفككت، ومعها كمان الدول اللي كانت منضمه لحلف وارسو اتفككت. وقعت مين؟ الكتله الشرقيه. بقى موجود في العالم مين؟ الكتله الغربيه بتاع اوروبا وامريكا. فدول هيعملوا ايه بعد ما دول وقعوا؟ بقى في فتوى واحد في العالم دلوقتي. قال لك مع انهيار الاتحاد السوفيتي، هو انهار سنه 91 والغاء الهيكل العسكري اللي هو حلف وارسو، كانوا مسمينه الهيكل العسكري. تمام. عام 91 ما بقاش غير دلوقتي حلف الكتله الغربيه والحلف بتاع اللي هو حلف شمال ايه؟ الاطلنطي. بدأ زعماء الحلف اللي هو شمال الأطلنطي يعيدون النظر في استراتيجية الحلف. هنبدأ نفكر ازاي يا اخوانا في الأيام الجاية هنعمل ايه؟ هنخطط لإيه؟ ودور المستقبلي عن طريق قال لك احنا هنسعى نحو توسيع الحلف شرقا. يعني دلوقتي الشرق اللي هو كان بتاع الاتحاد السوفيتي اتفكك الاتحاد السوفيتي، فقال لك بص احنا هنخش كده على الدول اللي كانت تبعهم ونضمها لينا عشان نبقى احنا اقوياء اقوياء اقوياء، نقوي نفسنا والاتحاد السوفيتي ما تقوملوش قومه تاني. خلاص احنا خدنا الدول اللي كانت عنده وضمناها لينا. ماشي. ربط مستعمل الامن الاوروبي بدور الذي يقوم به الحلف في الازمات الكبرى سواء داخل اوروبا او على اطرافها. ما هم عاملين حلف ليه؟ عشان يحموا نفسهم. دول اوروبا مجتمع كده معاهم امريكا عشان يحموا نفسهم ومواردهم وكده، فعملوا الحلف اللي هو الناتو ده. فطبعا امنهم واستقرارهم مرتبط بقوه الحلف بتاعه. ربط مستقبل الامن الاوروبي بالدور الذي يقوم به الحلف في الازمات الكبرى داخل اوروبا وعلى اطرافها. تمام. ايجاد الدور له في الازمات الاوروبيه، يعني في ازمه في اوروبا الحلف برضه يتدخل كده، وهم برضه اقوياء مع بعض. وفي اشاره الاوصى. طيب عدد اعضاء الحلف حاليا احنا قلنا اول ما وقعوا سنه 49 في وثيقه في واشنطن. تمام. كانوا كام دوله؟ كانوا 12 دوله. طيب وبعد كده ضموا دول من الاتحاد السوفيتي من الجانب الشرقي. لما الاتحاد السوفيتي وقع ومعاه الحلف بتاعه حلف وارسو بدا ان هم يضموا ليهم دول. فقال لك انضمت عدد من الدول المنفصله عن حلف وارسو. تمام. ده الحلف العسكري بتاع مين؟ بتاع الاتحاد السوفيتي. الى حلف شمال اطلنطي، ده الحلف العسكري بتاع الكتله الايه؟ الكتله الغربيه. وبلغ عدد اعضاء الحلف ده لحد دلوقتي 28 دوله. كانوا بادئين 12 دلوقتي وصلت كام؟ 28. تمام. طيب الاثر الدولي والاقليمي للحلف، يعني الحلف ده بدا 49 وبعدين كانوا 12 دوله وقعوا في واشنطن. سنه 52 انضم دولتين، سنه 52 اسمهم تركيا واليونان. 55 المانيا الغربيه اللي هي اتحاديه انضمت ليهم. حلو. ايه اللي حصل بقى؟ السوفييت قال لك بص احنا مش هنسكت يا اخوانا، هم اتجمعوا مع نفسهم وعملوا جابوا سلاحهم وقدراتهم العسكريه، احنا كمان هنعمل حلف اسمه حلف وارسو. فالاتحاد السوفيتي رد، عمل له حلف هو كمان بحيث ان احنا يبقى في توازن قوى في العالم، لان العالم مقسوم نصين، فنبقى قوى يمين وهنا قوى شمال. قال لك الاثر الاقليمي الدوله والاقليم الحزب اللي الحلف ناتو ده لما انشئ وبدا ان هو يكون موجود دوره ايه او اثره ايه؟ عمل ايه بقى على المستوى الاقليمي اللي هو الدول اللي جنب بعضها مثلا في منطقه او على مستوى العالم كله؟ قال لك زادت حته الحرب البارده بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، حيث انشاء الاتحاد السوفيتي حلف اسمه حلف وارسو لمواجهه حلف شمال الاطلنطي بتاع اوروبا ده. حلو. انهماك الحلفين في سياسه سباق التسلح، دول يجيبوا سلاح دول يجيبوا سلاح، دول يشتروا طيارات دول يشتروا طيارات، دول يشتروا غواصات دول يشتروا غواصات. فبقى يعني العالم مقسوم نصين بين اتنين بيستقلوا، هنا قوي وهنا قوي، هنا قوي وهنا قوي. مما ادى الى ارهاق مين بقى؟ الرجاله الكبار هنا وهنا. هنا الولايات المتحده وهنا الاتحاد السوفيتي بصفه خاصه. دفعوا كتير عشان يجيبوا سلاح عشان يقووا نفسهم على السلاح مثلا او المعدات العسكريه دي تكلفتها يعني ملايين دولارات. طيب تالت حاجه اضعاف هيئه الامم المتحده. هيئه الامم المتحده دي حاجه عامله زي قعده الرجاله كده، اللي هو يعني ايه؟ قاعده منظمه لها مكان بتضم كل الدول. تمام. فالمفروض ان كلمتها بتمشي على كل الدول كده، قعده اصول اللي هو زي مثلا هنجيبها كمان شويه. طيب اضعاف هيئه الامم المتحده بسبب التنافس بين القوى الكبرى، هنا امريكا واوروبا وهنا الاتحاد السوفيتي، ودول بيستقوا ودول بيستقوا ودول مش صافيين لبعض، ودول يجيبوا سلاح ودول يجيبوا سلاح. فكلمه الكبير اللي هي الامم المتحده ما بقاش يعني بتاكل مع الناس دي بسبب التنافس بين القوى الكبرى، مما ادى لعدم قدره المنظمه الدوليه اللي هي الامم المتحده على تحقيق الامن والسلام الدوليين.
ده المسألة كده يعني ايه بتكبر. يعني العالم مقسوم نصين، ودول بقى أقوياء دول بقى أقوياء، دول بقى حلف نيتو ودول بقى حلف فارس. يعني لو قامت خناقة ايه اللي هيحصل؟ الموضوع كبير. طيب، أبرز مجهودات حلف شمال الأطلنطي في حفظ السلام العالمي. هو يعني ايه، هو تحالف عسكري قوي، لكن برضه بيساعد على حفظ السلام عشان برضه الأمور يعني ايه تهدى شوية على مستوى العالم. قال لك التدخل في بوسنيا والهرسك سنة 95 ونشر قوات حفظ السلام فيه. بوسنيا والهرسك كان المنطقة دي كان فيها مشكلة مثلا، فسنة 95 فبعتوا قوات كده حفظ السلام عشان تهدي العمل هناك. بوسنيا والهرسك 95 دي بس اللي في 95، والباقي كله ألفينات. رسال قوات الحلف إلى مقدونيا كان فيها أزمات فلمهمة حفظ السلام سنة كام؟ 2001. 2001 و2006 عملوا حاجتين برضو الحلف. زلزال حصل في باكستان فبعتوا برضو ايه حاجات كده يعني ايه مساعدات من عندهم، ما هو حلف قوي عسكري. زلزال ضرب باكستان 2006، وكان في اثار كاترينا في امريكا حصل 2006 فبرضو بعتوا ايه يعني ايه مساعدات عشان المساعدات الانسانيه. حاجه حلوه مش وحشه لحد دلوقتي، برضو ناس ذوق يعني. حلف أرسل ده بتاع مين بقى؟ بتاع الكتلة الشرقية. بتاع مين؟ بتاع الاتحاد السوفيتي. انتوا جمعتوا نفسكم في حلف ليه؟ قال لك عشان نرد على الحلف التاني. هم عاملين اوروبا وامريكا مجمعين نفسهم وعاملين لي حلف مجمعين سلاحهم. نسكت احنا؟ لا ما نسكتش. طب يلا يا رجاله اللي منضمين معانا في الكتلة الشرقية نجمع سلاحنا ونجمع قوتنا وبرضه عشان نقدر نتصدى ليهم. تمام؟ دي الفكرة. حلف أرسل نشأت الحلف عام 55. 55 اللي حصل أصلا في الحلف الأولاني اللي هو بتاع أوروبا وأمريكا. انضمت ألمانيا الغربية اللي هي ألمانيا الاتحادية انضمت 55، وقبلها سنة 52 انضم مين؟ اتنين، تركيا واليونان. وهم أصلا كانوا 12 دولة وعملوا ميثاق في واشنطن سنة 49. بسبب إيه؟ بسبب إن الاتحاد السوفيتي شدد حصاره على برلين اللي هي ألمانيا سنة 48. دي الحدوتة اللي إيه بتاع الغرب. ندخل بقى الحدوتة بتاعت مين؟ بتاع حلف وارسو بتاع الشرق. قال لك تأسس لمواجهة تهديدات أعضاء حلف الناتو. حلف الناتو ماشي في مدينة وارسو. اتجمعوا في مدينة اسمها وارسو اللي هي عاصمة بولندا، دي تبع إيه؟ الدول الموجودة في شرق العالم يعني الكتلة الشرقية. وليها ينسب اسم سموه وارسو عشان عاصمة بولندا. تمام؟ سبب النشأ كان من أبرز أسباب إنشائه انضمام ألمانيا الغربية لحلف شمال الأطلنطي. ألمانيا سنة 55 انضمت لمين؟ للكتلة الغربية اللي هو حلف شمال الأطلنطي. فقال لك بس يا رجالة احنا نجمع نفسنا ونعمل حلف. طيب الدول الموقعة على حلف وارسو، قال لك وقعت ألبانيا. نركز على كلمة ألبانيا دي. دول وهنلاقي دول اسمها صعبة شوية. يوغوسلافيا، بولندا، تشيكوسلوفاكيا. يعني هنركز بس على ايه؟ على ألبانيا وتشيكوسلوفاكيا. وعندنا المجر والمانيا الشرقيه، لان المانيا الغربيه دي اللي هي انضمت لايه؟ كانت مقسومه. المانيا الغربيه تبع الناتو، المانيا الشرقيه تبع ايه؟ الحلف الثاني بتاع الشرق اللي هو حلف وارسو. ورومانيا وبلغاريا والاتحاد السوفيتي. البانيا، تشيكوسلوفاكيا، الاتحاد السوفيتي. عملوا معاهده كده نسموها معاهده ايه يا اخوانا؟ قال لك معاهده الصداقه والتعاون والمساعدات المتبادله. ماشي. طب الصين انت معانا في الجزء الشرقي من العالم، ما تنضم لينا عشان نقوى، عشان قصادنا في امريكا وفي اوروبا. الصين قالت بص انا مش هوقع معاكم على المعاهده، لكن تعهدت بدعم الاعضاء في الحلف. يعني انا قلبي معاكم يا اخوانا واقف معاكم واسندكم، بس ما تدخلنيش معاكم في المعاهده دي، بس انا معاكم يعني ايه دعم. ماشي. طيب البانيا اللي هي اول واحده وقعت دي عملت ايه بقى؟ البانيا انسحبت بقى سنه 68. هو بدأ سنه 55، بعدها ب 13 سنه 13 سنه 68 البانيا قالت انا هنسحب من الحلف ده. ليه البانيا بس اللي زعلك؟ قال لك يا عم احنا كلنا في حلف واحد. تمام. قال لك ينفع يحصل مشكله بيننا وبين بعض؟ قال لك لا. قال لك انسحبت بسبب اجتياح القوات السوفيتيه. احنا معانا الاتحاد السوفيتي اهو موقع معانا، وده الكبير بتاع الكتله الشرقيه. القوات السوفيتيه دي او الاتحاد السوفيتي عمل ايه؟ راح اجتاح تشيكوسلوفاكيا موقعة معانا. ليه؟ لقمع الثورة الشعبية المناهضة للحكومة الشيوعية. كان في هناك ثورة في تشيكوسلوفاكيا، القوات السوفيتية عملت ايه؟ راحت دخلت البلد وحصل اجتياح علشان كان في ثورة عشان تهدي الثورة، لأنها الثورة اللي كانت في البلد تشيكوسلوفاكيا دي ضد الحكومة الشيوعية. احنا كده بنضرب في بعض ولا ايه؟ ألبانيا قالت بس أنا هخرج من ايه؟ من حلف وارسو ده يا إخوان. طيب نصوص الميثاق بتاعه. قال لك نصوص الميثاق كلام حلو والله، كلام مش ما يزعلش. ليه؟
لانهم عايزين يجمعوا اكبر عدد من الدول. هنا 12 دوله و12 دوله اقوياء، دول اوروبا ومعاهم امريكا في حلف شمال الاطلنطي. دول يسكتوا، قال لك لا احنا نجمع بقى بقيه العالم بقى، اللي عايز يدخل يدخل يا اخوانا، اهم حاجه نبقى احنا عزوه ونبقى احنا ايه كتير، وقدراتنا تبقى قدرات اقوى من حلف ايه الناتو ده. فلك نص ميثاق حلف وارسو على ان يكون مفتوحا، تمام، للضمان الدول المحبه للسلام، سلام برضو ماشي كافه، بغض النظر عن نظامها السياسيه والاجتماعيه. عندها مشاكل سياسيه، عندها مشاكل اجتماعيه في البلد، خش معانا بس وانضم لينا. ويشترط اجماع الدول الاعضاء، هم عايزين يجمعوا كتير. طيب انهيار حلف وارسو، الحلف ده تبع ايه؟ تبع الاتحاد السوفيتي، تمام، اللي هي الكتله الشرقيه. فلو الكتله الشرقيه تجمع الدول ده، الشله دي اتفككت خلاص بقى، كل واحد ايه بقى لوحده، وكل دوله بقت لوحدها، وكل دوله بقت قواتها العسكريه لنفسها. انما اتحاد زي الاول كون نبقى اتحاد، لا احنا نفضها سيره يا اخوانا. فقال لك انهيار حلف وارسو، ايه اللي حصل؟ قال لك شهد العالم منذ منتصف الثمانينات، يعني من سنه مثلا 85 كده وجاي، من القرن العشرين. القرن العشرين احنا قلنا اول ما قلنا كلمه قرن 20 انزل رقم يبقى 19، ازود صفرين يبقى من اول 1900 لمده 100 سنه، تمام، يبقى من اول 1900 ل 2000 ده القرن العشرين. قال لك من منتصف الثمانينات اللي هي سنه 85 دي، اللي هي 1985 وكده، حصل شهد العالم ايه عديد من التحولات الكبرى على صعيد الاتحاد السوفيتي واوروبا الشرقيه. حصل هنا في قلق كده في الايه في الكتله الشرقيه، الاتحاد السوفيتي واوروبا الشرقيه، لان اوروبا الغربيه دي الكتله الغربيه بتاع حلف اللي عاملين حلف نيتو دول. وقد اثرت هذه التحولات في العلاقات الدوليه. ايه اللي حصل؟ كان انهيار حلف وارسو نتيجه تداعيات كثيره بدات منذ خام 85. ايه اللي حصل يعني؟ قال لك في رئيس عندهم اسمه جورباتشوف في الاتحاد السوفيتي. الراجل ده دماغه قال لك بص يا اخوانا، احنا العالم كده مقسوم يمين وشمال، ما تيجي نفتح الدنيا على بعض ونتعامل مع بعض، بدل ما احنا كده ايه، احنا معسكر شرقي واوروبا معسكر غربي، ما يبقى في بينا تعاون كده والدنيا تمشي ونتاجر مع بعض، وفي بيبقى بينا اقتصاد ومشترك وحاجات كده. ايه السياسه الغريبه دي؟ نقرا الكلام. عندما تولى الرئيس السوفيتي السابق جورباتشوف ايوه السلطه في الاتحاد السوفيتي، عملت ايه بقى؟ اعلن عن سياسته الجديده التي مثلت في اعاده البناء الاقتصادي. احنا عايزين نقوي نفسنا اقتصاديا يا اخوانا، والدنيا تنمو من خلال الشفافيه والانفتاح السياسي. خلاص يبقى يعني فاهم، مش هنقفل على نفسنا، احنا برضو نفتح كلام مع الدول الغربيه دي، ويبقى في بينا علاقات سياسيه، تمام. الاعتماد على قطاع خاص اللي هم رجال اعمال مثلا، مش قطاع حكومي، قطاع خاص يعني الناس رجال الاعمال اللي عندهم فلوس خلاص يجوا يعملوا مشروعات، فنعتمد عليهم في الايه في التنميه. تشجيع المستثمرين الاجانب، المستثمر برضه هو راجل اعمال مع فلوس، يعني عايز ينشئ مثلا مصنع او شركه او حاجات كده. تشجيع المستثمرين الاجانب اللي هم من خارج الاتحاد السوفيتي على الاستثمار داخل الاتحاد السوفيتي. يعني انت منين؟ اقول لك انا من بلد اوروبا مثلا، تعالى يا عم واعمل مصنع ودور وشغل الدنيا، تمام. الانفتاح الاقتصادي على الغرب، اللي احنا خلاص بقى يعني ايه هنتعاون مع بعض اقتصاديا، هنشتري ونبيع معاكم، ممكن نعمل مصانع هنا وهنا، الدنيا تبقى ايه رايحه اقتصاديا. طيب سياسته دي بقى ايه؟ فشل في ايجاد نظام اكثر تطور، وبدات النزعه الانفصاليه. هنا بقى الكلمه، يعني ايه نزعه الانفصاليه؟ هم كلهم كانوا شله واحده، فالنزعه الانفصاليه خلاص يا عم، واحد قال لك ايه انا مش تبع الشله دي رجاله، انا هبقى لوحدي، وانا رجاله مش تبع شلتكم انا هبقى لوحدي. فبينفصلوا عن التكتل اللي هو الاتحاد السوفيتي او الكتله الشرقيه. تظهر بين الجمهوريات السوفيتيه من ناحيه، ودول حلف شمال وارسو، دول حلف وارسو من ناحيه ثانيه. هم كانوا مجمعين كتله شرقيه، وفي دول مجتمعه كده برضو عسكريا تبع الكتله الشرقيه مجمعين سلاحهم اللي هو حلف وارسو. فالشله اللي هي المعسكر الشرقي بدا ان هو يتفكك، وتفكك معاه كمان ايه الحزب الحلف بتاعه. طيب يعتبر عام 90 بدايه تسارع التغيرات. عام 90 بقى كانت الدنيا يعني في تغيرات كتيره حصلت بشكل سريع. قال لك هدم سور برلين. ايه سور برلين ده؟ سور برلين كان فاصل ما بين، احنا قلنا المانيا مقسومه نص شرقي المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه اللي هي الاتحاديه. المانيا الشرقيه تبع مين؟ تبع الاتحاد السوفيتي والكتله الشرقيه. طب المانيا الغربيه تبع اللي هي الكتله الراسماليه اللي هي اوروبا بقى وامريكا وكده. فهدم السور اللي هو بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، ده معناه ايه؟ ان امريكا المانيا اتحدت بقت دوله واحده. طيب تبع مين بقى؟ تبع المفروض بقى تبع المانيا الغربيه، تبع الكتله بتاع اوروبا. هدم سور برلين واعلنت الوحده الالمانيه، تمام. وبدات الجمهوريات السوفيتيه باعلان نفسها دول مستقله، اللي هي النزعه الانفصاليه. بدات الجمهوريات الموجوده في الاتحاد السوفيتي دي
تبدا تنفصل وتبقى دول لوحدها، احنا مش تبعكم بقى خلاص، احنا نبقى لوحدنا. واستغل الفوضى السياسيه في الاتحاد السوفيتي. تمام. وهذا ما سهل على دول حلف وارسو، الدول اللي كانت مجتمعه برضه الكتله الشرقيه مجمعين سلاح وعاملين حلف اللي هو حلف وارسو، التحلل من الالتزامات، احنا كمان هنفضها سيره وهنبقى لوحدنا فيها الحلف. الا ان اعلنت روسيا الاتحاد السوفيتي اتفكك، اكبر دوله كانت فيه ولسه يعني تعتبر القوات المسيطره حاليا في العالم الجزء الشرقي روسيا. تمام. فروسيا دي تعتبر هي الوليده او هي الوريثه الكبرى للاتحاد السوفيتي. فروسيا قالت بس سنه 91 حل الحلف رسميا يا اخوان، اللي هو حلف مين؟ حلف وارسو. الاتحاد السوفيتي اتفكك واتفكك معاه الايه؟ التحالف اللي هو الحلف بتاع الحلف العسكري اللي بينهم حلف وارسو. فبقى العالم دلوقتي فيه مين بقى؟ في كتله غربيه راسماليه، والحلف بتاعهم الكبير اسمه ايه؟ الحلف ايه؟ حلف الناتو. طب والجزء الشرقي خلاص المعسكر الشرقي انتهى او تفكك. فبدل ما كان في توازن للقوه، هنا كبير وهنا كبير، هنا الكتله الشرقيه وهنا الكتله الغربيه، والكتله الشرقيه وقعت ومع الحلف بتاعها. فبقى العالم دلوقتي مين مسيطر عليه؟ كتله غربيه، امريكا واوروبا، وعندهم حلف اسمه حلف شمال الاطلنطي. تمام. بقى في كبير واحد او فتوى واحد في العالم دلوقتي، مكون من كام؟ احنا قلنا 28 دوله. يعني تروح تحارب مثلا بلد زي فرنسا تقول لك بس انا مش هحارب لوحدي، ده احنا 28 دوله مجتمعين مع بعض في حلف شمال الاطلنطي، هتحارب مين ولا مين؟ فبقى هنا التحالف المسيطر او الاوحد هي كتله غربيه برئاسه مين؟ برئاسه امريكا ومعاها اوروبا. تمام؟ تمام. اشكركم، وكان معاكم حسام طه بكر، وكنت سعيد جدا جدا ان انا شرحت لحضراتكم وخلصنا كده، فهمنا وحفظنا الوحده الثالثه اللي هي التكتلات الاقتصاديه وفي نفس الوقت برضو الاحلاف العسكريه. اشكركم، وكنت سعيد جدا جدا ان انا شرحت لحضراتكم. شكرا. السلام عليكم.